احلى حته. عارفه السيكولوجيه وده توقيت مناسب لتوجيه هجمه ناجحه مزيد من الضغط النفسي عليه ممكن يقوم فيه طول العمر يبلغ المراد يا فندم. طبعا كده عليه وانا هختار لك روحه من بين ضلوع ولا من شاف ولا من دين. ايه شوف الحكمه يا اخي. الملك افراح يستقيه ويربيه فين؟ ليه؟ مع بنته الاميره شامل. دي علامه تشاؤم لو اجتمع الشمتين والعمل يا طبعا. هي مساله واحده. اسمع يا بكاليوس، انا مش مطمن لحكايه رنة الظهر دي. طول الارض دول موتهم بالسهل. شاهد السيره العربي بيقول انه مش هيموت. ازاي يا مولاه؟ ده كلام شعر ناس بالخيال. ده الصحراء مليانه نفوس. ده النور العطر والشمس الحاجه. انا مش مطمن ابدا. سكرانيوس دور على كل البيوت واجمع كل طفل مولود والبيت مدينه النساء. اللي مولانا عليا ده حته لحمه طريه لقمه هنيه للكبار والجوع كان. يعني الرب بيقول ان اله العرب بيرزق الدوده في الحجر وده دوده وهل ليس سكرانيوس. بحق زحل يا مولانا لا يقول ولا يتقال اصلا. اضرب الرجل يا حكيم وقول لي في الحال. انا عايز دليل حي جثته دمه اي علامه. يا زمان يا مولانا اصبح نقطه دم بتثبت جسم وحش للوجود. قلت لك عايز دليل حي وسيبك من كلامك المزوق ده. اضرب الرمل. امرك يا مولاي. بحق زحل المتين سيد كواكب الارضين وبروح ابوه وابوه وبسر الدول ومدلول بحق الجردان المدفون والنهر السابح بالسحاب تفتح الباب وتنور النور. خلاص يا مهندس شايف يا مولاي. يا خسارة يا ولاد، كل ما قرب منه يزوق. لو كانت قتلني كانت الحدوتة توتة موتة. طول ما بيحكي والناس بتسمع مش هنعرف نتمكن منه ومش هنقدر نقبض عليه. انا شايف ان احنا ممكن نفركش له الناس. ازاي؟ ما يلاقيش حد يسمعنا. ازاي؟ نرسم